مساء الفل يا جماعة، مساء الهنا، مساء الجمال عليكم. لو سمحتم يا جماعة ممكن بس تتجمعوا معايا بس ثواني كده. ممكن بس حضراتكم تتجمعوا معايا ثواني. ايوه، مساء الفل عليكم، مساء الهنا، مساء الجمال عليكم. انا عايزاكم بس حضراتكم كده تظهروا معايا. ايوه مساء الفل. دلوقتي يا جماعة انا قلت لكم اعرفكم بنفسي. انا هبة علي. كان عندي صفحة بتاعتي فيها 5000 صديق، وكنت بعمل بث مباشر. بس للأسف الحكومة منعتني بقى ولا ايه، الله اعلم. قطعوا البث المباشر عني في الصفحة التانية، فاضطريت اعمل الصفحة الجديدة ديت واعمل منها البث المباشر. مساء الهنا عليكم، مساء الفل عليكم. ملخص الكلام، انا عملت فيديو من شوية واتكلمت فيه عن خوف الاعلام المصري من الرئيس السيسي، وان الاعلام المصري ما بيواجهش الرئيس السيسي ويقول له ان مصر محتاجه لك، وان الغلابه وان في مجاعه وفي ناس تعبانه وفي ناس مش لاقيه. الموضوع اللي انا هتكلم فيه التاني دوت خلاص، انا اديتكم وجهة نظر عن الموضوع الاولاني اللي انا اتكلمت عنه، اللي هو الموضوع الاولاني ان يا جماعة الاعلام بيخاف يواجه الرئيس السيسي، بيخاف يتكلم مع الرئيس السيسي، بيخاف يقوله ان مصر فيها ناس تعبانة، بيخاف يتكلم مع الرئيس. مع ان يعني لو هم مبينين انه مصر دي جاته هي دلوقتي. بصوا، انا دلوقتي هتكلم وهعتبر نفسي ان انا واقفه قدام الشعب كله كده بتكلم، واني برضك قدام الرئيس السيسي انا بقول له انا لو كنت مذيعه كبيره ولا صحفيه ولا اي حاجه انا كنت هسال حضرتك، وحضرتك يعني تجاوبني على الاسئله اللي انا عايزه اسالها لحضرتك. انت راجل سياسي من الدرجه الاولى، يعني راجل بتعمل السياسه ومدينا الامن والامان ومدينا كل حاجه. بس للأسف الجوع والغلو والبطالة وكل ده موجود في مصر. حضرتك بصيت للإنجازات وللسياسة وللكلام ده كله وللأمن وللأمان وحماية مصر من الإرهابيين. طيب، الأكل، الشرب، الغلو، المستشفى اللي يتعالج بيها الفقراء والغلابة والناس ديت، البطالة، الناس مش لاقية تتجوز، مش لاقية تفتح بيوت، مش لاقيه تعمل حاجه يا ريس. الناس مش لاقيه تعمل حاجه يا ريس. تاني حاجه انا عايزه اتكلم فيها دلوقتي، الريس لما بيجوا يسالوه ويقول لك انا عايز مصر دي احسن دوله. وصراحه الراجل بيشتغل وبيعمل انجازات ومشاريع. دي الانجازات والمشاريع ديت يا جماعه دي للسنين اللي جايه. احنا بنتكلم على الوقت الحاضر ده، الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه، الوقت اللي اليوم اللي احنا عايشين فيه. هنعيش فيه ازاي دلوقتي؟ احنا مش عارفين نعيش. فدلوقتي انا شايفه يعني شايفه ان في ناس عندها فشخره كدابه، عندها يعني مثلا مش عارفه اقول لك ايه، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. يعني انا بقول لكم بالمثل البلدي. يعني ايه؟ يعني واحد زي محمد رمضان، انا مستغربه له جدا، مستغربه له جدا. الراجل دوت انتوا اللي عملتوه، الشعب هو اللي عمله. لو ما كانش الشعب، هو كان زينا بالظبط، طبقه فقيره وطبقه زينا وطبقه يعني بصوا مفيش. جايب 28 عربيه، 28 عربيه، وناس مش لاقيه تجيب توك توك تفتح بيت، وناس مش لاقيه تجيب توك توك تفتح بيت. انا لو كنت قدام رئيس الجمهوريه وبعمل حديث، او انا قدام اي مسؤول في الدوله، كنت هطلب ان يتعمل قانون مصري لاي واحد معاه زياده عن عربيه وبيتباهى بيها. طالما انت معاك فلوس كده وبتتباهى بفلوسك وتقدر تجيب عربيه واتنين وتلاته وعشره وعشرين، خلاص بقى راعي بقى الغلبان. خلاص، نص فلوسك ديت ولا ربع فلوسك دي تروح للدولة، تروح للناس الغلابة.
تروح للناس اللي مش لاقيه، تروح للناس اللي مرميه عند القصر العيني مش لاقيه سرير تنام عليه. ده في واحد بيفضل يحوش عمره كله عشان يجيب توك توك ويأكل بيه مراته وعياله. واستاذ محمد رمضان 28 عربيه وطياره خاصه. في ايه؟ في ايه؟ ما راعوا شعورنا، راعوا شعور الناس الغلابه، راعوا شعور الفقير، راعوا شعور الرحمه. طب ما كده هيحصل حقد ما بين الغني وما بين الفقير. كده في العهد اللي احنا فيه هيحصل حقد. طالما الرئيس بيقول انا هعمل ايه، انا ماسك وبعمل مشروعات، خلاص يا ريس. في ناس يعني رجال اعمال كتير جدا جدا بيمتلكوا مليارات. انت تحط قانون مصري كده، اللي يعدي مثلا حد معين من الفلوس وان ربنا مسهل له كرمه، لا ده انت تنزل كده جزء كده للدولة وجزء كده للغلابة الغير قادرين، اللي الناس اللي ما تقدرش تعمل عمليات، الناس اللي ما بتعرفش تجيب فرخة. طب انا باكل فراخ، في غيري ما بياكلهاش، في غيري ما بياكلهاش. انا لو نفسي في حاجة هجيبها مثلا لو ربنا كرمني. في غيري بقى تحت الارض، في غيري انا عندي مثلا تلفزيون، وعندي مثلا سفرة، وعندي في غيري نايم على البلاط، في غيري نايم على البلاط. يبقى الناس اللي هي مقتدرة والناس اللي بتمتلك الملايين والمليارات واعضاء مجلس الشعب المحترمين اللي خدوا صوتنا بال50 جنيه وبال100 جنيه، نص اعضاء مجلس الشعب اللي خدوا صوتنا ب50 جنيه وب100 جنيه، لو سمحتوا انزلوا شوفوا مشاكل الغلابة فلوسكو يعني يا ريت تدوا منها الغلابة شوية. يعني يا ريت كل قادر وكل راجل غني وكل راجل مقتدر لو سمحت ما تحوش وتكوش وتفضل تتفشخر بالفلوس. لان بردك البني ادم مش هياخد الا شبر في شبر، شبر في شبر. هنعيش هنطول، عملنا 1,000,000 2,000,000 3,000,000 50,000,000 هنموت. ليه البلد يبقى فيها فقر بالطريقه دي؟ دلوقتي لما بتيجي تتكلم مع اي حد، الطبقه الوسطى دي اتمسحت. كان الاول بيقولك في طبقه فقيره، طبقه وسطى، طبقه غنيه. مفيش حاجه اسمها طبقه وسطى دلوقتي، في حاجه اسمها فقيره يا غنيه. فاحنا بنطلب من كل رجال الاعمال، من كل المسؤولين اللي ربنا عاطيهم، ارجوكوا 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 راعوا الغلبان وراعوا الفقير وراعوا الناس المحتاجه وراعوا الناس اللي بتنام تحت الكباري. لسه مصر دلوقتي واحنا في 2020 الناس نايمه بعيالها تحت الكباري. استاذ محمد رمضان، بدل 20 عربيه وال28 عربيه كده، روح كده شوف تحت الكوبري كم واحد نايم، وهاتله اوضه، هاتله اوضه بدل ما ينام في التلج، هاتله اوضه بدل ما ينام في التلج. مين تاني؟ انا مش عارفه اتكلم عن مين. ده بردك استاذه مي عز الدين، استاذه مي عز الدين بيسالوها في التلفزيون، انت اقل حاجه بتلبسيها كام في الشنطه بتاعتك؟ او ادينا تمن تقريبي للشنطه بتاعتك. شنطه يا دوبك كده هتتمسك في الايد وبعد كده هزهق منها وعركنها في الدولاب. تقول لك الشنطة لا تقل عن 10,000 دولار 20,000 دولار. يا سلام يا سلام يا سلام. ليه كده؟ ليه الناس كده؟ ليه الدنيا بقت كده؟ ساعدوا طب رئيس الجمهورية والإعلام كمان ينزل يتكلم وساعدوه، ويا جماعة قفوا وحسوا انتوا ببعضيكوا، وكل واحد مقتدر وكل واحد. أظن أستاذ محمد رمضان مش هيركب ال28 عربية في وقت واحد، يعني مش هيركبهم في وقت واحد، ده هي عربية واحدة. الحمد لله. كان هو عنده ايه اصلا؟ هو بيقولك انا مولود زيكم ما كانش عندي حاجة. خلاص بقى انت عشان تعود بقى تجيب 28. حرام 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 حرام. في ناس محتاجة، في اطفال وشها محروقة محتاجة عملية، اطفال صغننه كده بتشوفها بتكره نفسها. صراحه احنا لسه في 2020 ولسه الجهل في المجتمع، لسه جهل. نطلب من الرئيس السيسي، انا لو انا واقفه قدام الرئيس السيسي، انا زيكم. اولا انا زي الشعب خالص، انا انسانه بسيطه جدا،
بس انا لو في ايدي السلطه، وانا صحفيه ولا مذيعه كبيره، ولا مثلا في ايدي السلطه، كنت هقول له يا ريس شعبك تعبان، شعبك تعبان. هيقول لي تعبان ازاي؟ هقول له يعني حضرتك يا ريس بتعمل لنا انجازات عظيمه، بتعمل مشاريع وكباري، وعندك طموح ان انت تعمل مشاريع كبيره، بس حد الغلا في البلد زاد. ال100 جنيه وال50 جنيه ما بتعملش حاجه. يعني دلوقتي اقل بيت بيبقى 200 جنيه ويروح السوبر ماركت ويرجع من السوبر ماركت باي باي مع السلامه، ما فيش فلوس تاني. ماشي. عايزه اقول له ان التحرش زاد في المجتمع بسبب قله الجواز، بسبب قله الجواز. الناس مش عارفه تتجوز، عشان لو راح يتجوز هيقولك عايز وعايز 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 اهل العروسه. اي شاب هيجيب نص مليون جنيه منين عشان يتجوز؟ انت عشان تجيب شقه بكام وفرح بكام وده بكام؟ لا انا واقفه اقول له الريس وقف اسكان يعني وفر اسكان للشباب، خد الشباب تعمل معاك في انجازات المشاريع. لو برضك واقفه قدام الريس هقول له يا ريس لو سمحت، احنا بنقول لك كل تقدير وكل احترام ليك، بس احنا محتاجين ايدك للفقير. في ناس لسه بتنام تحت الكباري سقعانه، في ناس ما بتلاقيش تاكل. ما كنتش اخاف زي الاعلاميين، ما كنتش اخاف. اصل الاعلاميين بيخافوا من حاجه، بيخافوا على الكرسي، بيخافوا على الكرسي. مع ان هم لو حسبوها صح هيلاقوا ان الكرسي ده يعني هيزول الكرسي، هيزول، واللي هيتبقى ايه؟ اللي هيتبقى اعمالهم. قولي كده، مين الاعلامي اللي طلع وقال للريس الشعب تعبان؟ والله العظيم انا انا بتفرج على التلفزيون ما شفت حد قال له كده. انا عايزه واحد يطلع يكلم الرئيس كده. الرئيس مش هيقبض الارواح، الرئيس يعني انسان زيه زينا، انسان بيحس. بس للاسف ان كل اللي تحت ايده، كل الناس اللي تحت ايده، يعني من اول عامل النظافه للناس اللي تحت ايده، يعني قصدي للاعضاء مجلس الشعب، للوزراء، للمحامين، للناس دي كلها اللي تحت ايده، مبينه له ان مصر دي طبق جاتوه وطبق جاتوه وطبق يعني طبق فخفخينه، عصير فخفخينه. الناس مرتاحه. الناس ازاي يا ريس؟ الناس مبسوطه. لا يا ريس، الناس مبسوطه بانجازاتك، بمشاريعك، لكن بالغلو مش مبسوطه، بالبطاله اللي زي ده مش مبسوطه، بان الغني يفترى على الفقير مش مبسوطه، بان واحد لا يسمح له ان هو يمسك التمثيل زي محمد رمضان ويتباهى ب 28 عربيه وطياره، وكمان يطلع يتصور مع ممثل اسرائيلي. الناس مش مبسوطه. ده مش كفايه عليه ان هو يعني يتمنع. انا سمعت ان هو هيتمنع من مسلسل رمضان. لا 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 لا، ده يتمسح خالص من نقابة التمثيل، يتمسح. وبعد كده بقى ما يتمسح يشكر بقى الناس اللي خلته تعمل الفلوس قد كده، يعرف بقى قيمة الناس، يعرف قيمة الناس اللي ادت له صوتها وهو راجع بيتكبر وبيعمل. ماشي. يعني كنت هقول له ايه تاني؟ كنت هقول له يا ريس يعني كنت اقول له مدينا يعني ايدك في ايدينا هنعمل كتير، واحنا اللي هنسندك وانت اللي هتسندنا، واحنا 100 مليون، 100 مليون احنا في رقبتك. احنا عارفين ان الاب اللي بيشيل مسؤوليه عيله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بيقول انا تعبت، لكن انت مشكورا يعني شايل مسؤوليه 100 مليون. انا ارجو ان انت تعمل اجتماع طارئ لكل الوزراء، لكل الوزراء ولكل اعضاء مجلس الشعب ولكل الناس دي، وتحاسبهم واحد واحد، تقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي انتوا قدمتوه للشعب وانا راجل بعمل انجازات؟ انا مش حضرتك ما حضرتك اصل انت يا ريس مش في حضرتك يا ريس مش في ايدك عصايه سحريه تعمل لنا كل حاجه. فلازم الناس اللي تحت ايدك تشتغل صح. المحافظين، اعضاء مجلس الشعب، اعضاء مجلس الشعب يعني فيهم ناس محترمه جدا جدا جدا، وفي ناس يعني ما بتعملش حاجه خالص للغلابه، ما بتعملش ولا اي حاجه. فانت يا ريس الاجتماع اتمنى من ربنا ان صوتي يوصل للعالم كله، وتحاسب وتقعد وتقول انت مش انت مقعد كل واحد على الكرسي عشان يشتغل عليه.
مش عشان ياخد حصانه منه. في فرق، في فرق ان انا اقعد واحد على كرسي ومركز عالي عشان يشتغل، وفي فرق ان انا اخد بيه حصانه واقعد وانا اللي اعيش والناس تموت. ارجوك الناس اللي ما بتشتغلش خليها تشتغل. وعايزه اقول لك كمان يا ريس، انا اتمنعت الصفحه بتاعتي، اتمنعت من البث المباشر من صفحتي الاولانيه. انا اضطريت اعمل صفحه تانية عشان اعمل بث مباشر تاني. وارجو من كل اللي شايفني، من كل حبايبي، ومن كل الناس اللي شايفاني دلوقتي، انا عامله قناه على اليوتيوب اسمها هبه علي صوت الغلابه. هبه علي صوت الغلابه، شجعوني شجعوني، يمكن لعل وعسى يمكن الدنيا تتغير. يمكن احنا مفيش حاجه بعيده عن ربنا، ما تيأسوش، اوعوا تيأسوا. طول ما في حاجه اسمها ربنا، طول ما كل حاجه فيها امل، وطول بردك ما احنا هنحترم وهندعم رئيس الجمهوريه وهنقول له ايدك في ايدينا هيعمل لنا. ملناش دعوه بقى باللي تحت ايديه. اللي تحت ايديه دوت عايز ايه؟ عايز يعلى اكتر، عايز منصب اكتر، عايز حاجه اكتر، فملناش دعوه. وارجو ان انتوا تدخلوا على اليوتيوب تكتبوا هبه علي صوت الغلابه، هبه علي صوت الغلابه، تعملوا لي مشاركه على القناه. ارجوكوا بقى، ارجوكوا شجعوني، ارجوكوا شجعوني، لان انا كمان ايه، انا بحب اتكلم عن الغلابه، وبحب اتكلم عن اي حاجه وحشه انا بشوفها، واحب اتكلم دي حاجه جوايا انا بحبها. كتير بيقولوا لي ما تتكلميش في السياسه، كتير بيقولوا لي هبه انت ممكن يحصل لك حاجه، هبه انت ممكن يحصل لك دوت. بس والله انا ما خايفه، انا ما خايفه. ولو حصل لي حاجه يا جماعه يعني هتسيبوني؟ انتوا تجيبوا لي عيش وحلاوه ولا هكون بقى في معتقل؟ لو انا اتكلمت كده هكون في معتقل ولا هتجيبوا لي عيش وحلاوه؟ طب وعيالي هتخلي بالكم منهم ولا لا؟ انا بحبكم قوي. انا انا بحبكم قوي قوي قوي. انتم اهلي وحبايبي. مش هيدوم في حياتنا غير الكلمه الحلوه، غير العمل الكويس، غير ده، غير كلام كويس. ناس كتبت لي برضك وقالت لي هبه انت من الاخوان. في ناس بتقول اخوان مين وزفت مين ونيله مين؟ انتوا شايفين المكياج انا حاطاه قد ايه؟ شايفين شعري؟ بردك ده شكل من اخوان مين؟ ده انا بكرههم كره العمى. انا بحب الرئيس السادات الله يرحمه، بحب عبد الناصر الله يرحمه، بموت في مبارك، بموت في مبارك. بحب الرئيس السيسي، بردك بحترمه. الرئيس السيسي عنده حاجات كويسة بردك يعني شغال عليها. عطانا نعمة الأمن والأمان بعد 25 يناير، بعد 25 يناير عطانا نعمة الأمن والأمان. ما خلاش إرهابيين يخشوا علينا ولا صيع ولا حد. بيحارب الإرهاب على قد ما بيقدر. الجيش المصري بيحارب الإرهاب في سيناء. بردك الراجل ده ليه مميزات كويسة. بس احنا نقول يا رب، نقول يا رب، وربنا موجود. وحبايبي حبايبي حبايبي حبايبي، ما تنسوش تخشوا على على اليوتيوب تكتبوا هبه علي صوت الغلابه. وصفحتي التانية، صفحتي التانية اسمها هبه علي. يعني الصفحه دي انا مش بدخل عليها قوي يعني الا للبث المباشر، لكن الصفحه التانية اللي منعوا منها البث انا بدخل عليها على طول وبنزل عليها الفيديوهات. علقولي ومتشكره من حضراتكم جدا.